السلام عليكم ورحمة الله. تخيل معايا كده انت صاحي من النوم، رايح تشتري قهوة من الكافيه، او بتدخل سوبر ماركت تختار منتجاتك، او حتى بتقف قدام التلفزيون تتفرج على الاخبار. هل عمرك سألت نفسك ليه انا بختار المنتج ده مش غيره؟ ليه بميل لفكرة سياسية معينة وارفض فكرة تانية؟ ليه شايف الحرية اهم من المساواة او العكس؟ الحقيقة يا صاحبي انت مش بتختار على مزاجك زي ما انت فاكر. انت طول عمرك لابس نظارة ملونة. النضارة دي اسمها الأيديولوجية. هي مش فكرة واحدة، دي مجموعة أفكار ومعتقدات اتزرعت في دماغك من يوم ما اتولدت، ومن غير ما تحس بقت هي البرنامج اللي بيشغل حياتك كلها. الأيديولوجية دي مش بس سياسة ولا اقتصاد، لأ، دي بتتحكم في رؤيتك للعالم كله. الأيديولوجية ديت بتفسر ليه أمريكا شايفة الحرية الفردية خط أحمر، وليه الصين بتشوف إن المساواة والسلطة المركزية أهم من أي حرية شخصية، وليه أوروبا مستعدة تدفع ضرائب عالية عشان توفر رعاية صحية وتعليم مجاني للجميع، وليه في دول تانية غرقانة في الفقر والحروب رغم إن عندها ثروات طبيعية كبيرة جدا. يعني الأيديولوجيات ببساطة هي دي إن هي المجتمعات هي اللي بتحدد شخصيتها وقوتها وضعفها، ومن غير ما نفهمها عمرنا ما هنفهم ليه العالم متقسم ما بين غني وفقير، مستقر وفوضوي، حر ومقموع. النهارده هناخد جولة طويلة وجريئة جوه أكبر الأيديولوجيات اللي شكلت التاريخ ولسه بتتحكم في المستقبل. رحلة هتخليك تسأل نفسك في الآخر، هو أنا فعلا حر ولا مجرد نسخة مبرمجة من مجتمع لابس لي نظارة بألوان محددة؟ خلينا دلوقتي نشرح كل أيديولوجية بالتفصيل ونفهم عنها كل حاجة. الليبرالية. الليبرالية بدأت مع عصر التنوير في أوروبا لما الناس زهقت من تحكم الملوك والكنيسة. جوهرها الحرية الفردية هي القيمة العليا، يعني كل واحد ليه الحق إنه يقول رأيه، يعبد اللي عايزه ويمتلك ممتلكاته الخاصة. سياسيا بتحب الديمقراطية التمثيلية، يعني الشعب يختار حكامه والدولة تبقى محدودة الصلاحيات. اقتصاديا الليبرالية بتحب السوق الحر، العرض والطلب هما اللي يحددوا الأسعار. لكن الليبرالية مش نوع واحد. أول حاجة الكلاسيكية، حرية مطلقة للسوق زي أفكار آدم سميث. الاجتماعية شايفة الدولة لازم تتدخل توفر رعاية صحية وتعليم مجاني عشان تقلل الفوارق. مثال أمريكا قريبة من الليبرالية الكلاسيكية، وكندا أو السويد قريبة من الليبرالية الاجتماعية. المحافظة. المحافظة اتولدت رد فعل على الثورة الفرنسية والفوضى اللي حصلت بعديها. الفكرة التغيير البطيء أحسن من الثورة المفاجئة. المحافظين بيتمسكوا بالتقاليد والدين والعيلة، وبيخافوا من هز المجتمع فجأة. سياسيا بيحترموا السلطة وبيشوفوا الاستقرار أهم من الحرية المطلقة. اقتصاديا بيحبوا تقليل الضرائب وبيشجعوا الاستثمار الفردي. أمثلة الحزب الجمهوري في أمريكا وأحزاب يمينية في أوروبا. الرأسمالية هي السوق هو الملك. بدأت مع الثورة الصناعية في بريطانيا، كل واحد يملك وسائل الإنتاج، مصانع أو شركات، والنجاح حسب المنافسة. اللي يبدع ويشتغل يكسب واللي يفشل يخسر. ميزاتها بتشجع الابتكار والتطور السريع، عيوبها بتعمل فجوات ضخمة بين الغني والفقير. أمريكا هي المثال الأوضح للرأسمالية، ومعاها اليابان وكوريا الجنوبية بدرجة أقل. الاشتراكية يعني العدالة الاجتماعية قبل الربح الفردي، اتولدت كرد فعل على جشع الرأسمالية. الفكرة الدولة أو المجتمع يمتلك وسائل الإنتاج وتوزيع الثروة يبقى عادل، بتشمل خدمات مجانية للجميع، تعليم صحة إسكان، ضرائب عالية على الأغنياء. مثال النرويج والدنمارك، اشتراكية معتدلة تساوي ديمقراطية اجتماعية. الشيوعية، كارل ماركس فضل يحلم بمجتمع من غير طبقات، الكل يشتغل حسب قدرته وياخد حسب احتياجه، يعني مفيش غني وفقير ومفيش ملكية خاصة. النهاية مفيش دولة أصلا. لكن الواقع الاتحاد السوفيتي والصين زمان انتهوا بديكتاتوريات وحزب واحد. النقابية. النقابية بتقول العمال هم أصحاب القرار، النقابات تمسك المصانع وتديرها بنفسها، يعني مفيش دولة ولا رأسماليين. تجربة واضحة أسبانيا وقت الحرب الأهلية. الفاشية، إيطاليا موسوليني 1922. الفكرة القومية المتطرفة والقائد الأوحد، مفيش ديمقراطية، الفرد قيمته قليلة، الدولة فوق الكل. النازية،
نسخة أشد تطرف من الفاشية بقيادة هتلر أضافت فكرة التفوق العرقي، الآريين فوق الكل، النتيجة ملايين القتلى في الحرب العالمية التانية. النسوية بدأت مع كفاح النساء عشان حق التصويت في القرن 19. الفكرة المساواة الكاملة بين الجنسين. نسوية ليبرالية يعني تركيز على القوانين، نسوية راديكالية يعني شايفة النظام كله ظالم للست. النسوية السوداء بتركز على تداخل العنصرية مع التمييز الجنسي. القومية، القومية الأمة فوق الفرد، ممكن تبقى يمين زي النازية أو يسار زي القومية الاشتراكية. الفكرة مصلحة الوطن أهم من أي قيمة فردية. الأناركية، أناركية يعني مفيش سلطة، كل الناس يعيشوا بتعاون طوعي من غير قوانين مفروضة. رؤية مثالية بس صعبة التطبيق. السيقراطية، السيقراطية الدين هو الدستور، مثال إيران، رجال الدين هم الحكام والقوانين مبنية على الشريعة. الليبرتارية، الليبرتارية حرية فردية مطلقة، الدولة دورها يكاد يختفي، مفيش ضرايب تقريبا، مفيش تنظيمات، كل حاجة السوق يحلها. الإيكولوجية، الإيكولوجية يعني البيئة الأول، شايفة إن الرأسمالية بتدمر الكوكب، بتنادي باقتصاد مستدام وتقليل الاستهلاك، مثال الأحزاب الخضراء في ألمانيا. الليبرالية الجديدة النيو ليبرالية انتشرت في الثمانينات مع ريجان وتاتشر، تشجع الخصخصة، العولمة، خفض الضرايب، الميزة أسواق مفتوحة، العيب فجوة كبيرة بين الغني والفقير. الشعبوية، شعبوية يعني الشعب ضد النخبة، بتدي صوت للناس البسيطة ضد السياسيين ورجال الأعمال، بتنتشر وقت الأزمات الاقتصادية. ما بعد الحداثة بتقول مفيش حقيقة مطلقة، كل حاجة نسبية، أثرت على الفن والسياسة والفكر. الترانسهيومانية أيديولوجية حديثة جدا، الفكرة التكنولوجيا هتطور الإنسان نفسه، من الذكاء الاصطناعي لزراعة شرائح في المخ وتعديل الجينات، ممكن تغير معنى كلمة إنسان مستقبلا. الأيديولوجيات مش مجرد كتب أو أفكار في التاريخ، دي محركات الواقع، هي اللي بتفسر ليه بلد بتبني ديمقراطية وبلد تانية بتنهار في حروب، ليه شعوب عايشة في رفاهية وشعوب تانية مش لاقية تاكل. وفي الحقيقة ولا دولة في العالم النهاردة ماشية على أيديولوجية نقية، كل بلد بتخلط أفكار مختلطة عشان تمشي أمورها. يعني أمريكا مش بس رأسمالية، فيها كمان تدخلات اجتماعية. الصين مش بس شيوعية، عندها انفتاح اقتصادي ضخم. حتى الدول العربية فيها مزيج ما بين المحافظة والدين والرأسمالية. اللي عايز أقوله فهم الأيديولوجيات يساوي فهم العالم، من غير ما تستوعبها عمرك ما هتعرف ليه التاريخ بيتشكل كده، ولا حتى هتفهم أنت نفسك ليه بتفكر بالطريقة دي. فاسأل نفسك دلوقتي، أنت لابس نضارة لونها إيه؟ وهل عندك الشجاعة تخلعها وتشوف العالم بعينيك لأول مرة؟ وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي.